يا ترى هنعمل ايه في الفيديو ده؟ تعال نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا طلاب سنة أولى ثانوي في كل أنحاء مصر. أهلا وسهلا بك يا بطل. النهاردة معانا المراجعة الجامدة جدا اللي هنراجع فيها لمراجعة شهر نوفمبر، اللي هنراجع فيها يونت 3 يونت 4 بجميع التفاصيل. شكرا لكل الناس الجميلة اللي بتدعمنا، وشكرا للتعليقات الحلوة جدا اللي الواحد أصلا لما بيقرأ التعليقات ديت يعني بيبسط، فبيخلي الواحد عنده حافز ان هو يكمل تاني او نعمل حصص تانية او فيديوهات تانية وملخصات نلم لكم بيها الدنيا عشان اعرف ان انتوا منفوخين. بص يا سيدي، في الفيديو الجميل دوت ان شاء الله مطلوب من حضرتك بس تكون هادي ورايق وراسي وتتفرج على الفيديو كامل. قسمه خلاص. والجزء الكلمات الاول احنا شغالين جزء الجرامر شارحينه بالتفصيل، والملزمه بتاعته اللي فيها الملخص هنسيبها لكم في الكومنتس، وكمان هكون متواجده على جروب التليجرام بتاعنا. طلابنا اللي في السنتر، طلابنا الاونلاين، طلابنا اللي موجودين معانا على اليوتيوب، كل الناس الفيديو ده ليك. الفيديو شغال ازاي؟ اولا يا معلم احنا شغالين على الجرامر شارحينه بالتفصيل، لمينه بس بالتفصيل، مش سايبين اي معلومه، سواء كان حالات اف او الافعال اللي بعدها اي ان جي، وجداول الافعال دي اللي احنا كلنا لازم نحفظها ونركز عليها. واسمعوا النصايح مهمه جدا 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 في وسط الفيديو. بعد كده شغالين على اهم الفوكابيولاري، اهم الكلمات والايديومز والبريبوزيشنز وكل حاجه تخص الكلمات، وايضا السينونيم والانتونيم، وحلين عليهم كميه كويسه. يا رب تستفادوا من الفيديو بتاعنا. كل المطلوب منك بس تدعمنا كده في القناه عندنا، وما تنساش الكومنت الجميل عشان احنا بنقعد نقرا الكلام ده بالليل قبل ما انام كده، ايه عشان اصحى فايق يعني. طيب صلى على الحبيب، زيد النبي صلاه. يلا بينا نبدا على بركه الله في مراجعه نوفمبر. يلا بقى نصلي على النبي، نركز مع بعضينا كده ونشوف الفكره بتاعت الحالات بتاعت اف وعامله ازاي، وازاي بنتعامل معاها مع سؤال الريرايت. زي ما اتفقنا كده نظام الامتحان بيكون مبسط. اف الفكره الرئيسيه بتاعتها هو حفظ شكل القاعده. خد بالك، صحيح البدايل احنا هنشرحها ولكن هي مش موجوده المفروض عندك، تمام؟ طيب يعني البدايل ديت احنا الفكره بس بتاعتها هنفهمك الاول يعني ايه اف وحالاتها عامله ازاي وازاي بنتعامل معاها، ثم في بقى حاجه اسمها بدايل. البدايل دي مش كلها المفروض مكرره عليك في سنه اولى ثانوي، ولكن برضو اعرفها لعل وعسى ممكن يجي عليها اسئله زي ما جه في بعض المحافظات اللي تمت. تعالوا نشوف يا حبايبي كده الاول كده. اف دي اسمها اداه شرط. يعني ايه شرط؟ يعني بشرط عليه. ليها 4 حالات: 0 اولى ثانيه ثالثه، 0 اولى ثانيه ثالثه. هنعرف دي بتعمل ايه وشكلها ايه، ودي 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 وهكذا. تمام؟ يلا يا معلم. بص يا سيدي، اول حاجه كده يا باشمهندس، فين البتاع؟ فين البتاع؟ فين اهو ماشي. اول حاجه كده هندسه عندنا الحاله الزيرو. الحاله لمين يا رجاله؟ الزيرو. الزيرو ديت اوعى تتلخبط عشان في طلبه بتتلخبط فيها. الزيرو ديت يعني الحاله الصفريه، زيرو كونديشنال تايب. قال لك هي بتعبر عن اشياء بديهيه، حاجات حتميه الحدوث. يعني ايه حتميه الحدوث؟ لما اقول لك مثلا لما بنسخن الميه قوي بتغلي، ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر حاجات حتميه الحدوث، صح كده؟ لما بسقع بلبس جاكيت، لما بتحر بقلع الجاكيت. سبحان الله، ايه ده؟ دي حاجات حتميه، يعني دي حاجات بديهيه بنستخدم فيها الحاله الصفريه. قال لي الحاله ديت بتعبر ايضا عن الهابت والفاكتس، يعني العادات والحقائق. شكلها بقى عامل ازاي؟ قال لك اف اللي بتساويها كلمه وين. اف بتساويها كلمه ايه يا اولاد؟ وين. طيب وبعدين يا مستر بيجي بعدها جملتين. الجمله الاولى بتبقى في زمن البريزنت سامبل المضارع البسيط، وكوما بتفصل بين الجملتين، والجمله الثانيه ايضا في البريزنت سامبل. يبقى انا كده عرفت الشكل بتاع اف الصفريه. اف مضارع مضارع، اف مضارع مضارع. يبقى انا كده عرفت ان في عندي 3 حتت، 3 حتت موجودين. عندك اف، عندك جمله اولى، عندك جمله ثانيه، في النص ما بينهم ايه؟ كوما. احفظ الشكل والتركيبه دي خلاص. طيب اف الجمله الاولى مضارع، فالثانيه برضو هنا مضارع علشان ترجمه الجمله حاله صفريه. مستر انا ناسي المضارع.
احنا هنعتمد ان انت ناسي اسمك، ماشي؟ انا ناسي المضارع. فالمضارع اللي هو كان ايه؟ قال لك كنا بنضيف للفعل هي مع هي او شي او ات او اي اسم مفرد، كنا بنضيف للفعل ايه؟ اس او اي اس او اي اي اس. والفعل لو قبله اي وي يو ذي بيجي الفعل فين؟ في المصدر. والمبني للمجهول اللي بيوقع اجمد الطلبه في الدنيا بيبدا بالاوبجكت المفعول وام واز وار، والتصريف الكام يا معلم؟ الثالث. التصريف الايه؟ الثالث. زي ما اقول لك مثلا pen the pen is bought، القلم اشترى. is مثلا broken، القلم اتكسر مثلا يعني. خلاص؟ طيب يبقى الجملتين في المضارع البسيط. قال لك بقى دي بتستخدم مع الحقائق العامة. بص كده، if we bought an ice into the sun، لو حطينا التلج في الصن it melts، هو بيذوب. ادي ده present وده ايضا يا جماعة present. طيب قال لك كمان إذا بنيت للمجهول if an ice، لو التلج، بص لو التلج ماله بقى is put يعني وضع into sun it melts، هو أيضا بيذوب. بص يا سيدي، لو شفت حضرتك كلمة usually أو كلمة always على طول بدون ما تفكر، دول شغالين مع مين؟ مع الحالة الصفرية. لو شفت always أو usually على طول بشكل إجباري تتعامل مع الصفرية. if gets tired، أي حد gets tired لما بيتعب، he usually goes، يبقى أنت شفت usually يبقى على طول بختار الإيه؟ بختار الحالة الصفرية. if مضارع. صعبة الحكاية؟ بسيطة جدا. طيب قال لي يا مستر بعد كده ده شكلها بقى في تكوين السؤال، ولكن خلينا ننتقل الى الحاله الصفريه. البي دي اف ده يا جماعه بي دي اف ملخص جميل مبسط جدا، وبرده جواه جميع التفاصيل اللي انت محتاجها. احنا بنشرح اف بجميع تفاصيلها كانك ما سمعتهاش قبل كده. هتلاقيها موجوده معاك في الملف فيه على التليجرام عندنا، او ان شاء الله هنحط لكم لينك ليها في وصف الفيديو. تعال بقى للحاله الاولى. يبقى الصفريه خلاص عرفناها. الاولى بقى قال لك الاولى اف برضه، وهيجي برضه بعدها مضارع اللي احنا لسه قايلينه. خلاص؟ الجمله الثانيه بقى قال لك ممكن تبقى will او كان او may. تاني كده، ممكن تبقى will او كان او may. طيب يبقى الفكره بتاعتها يا جماعه حاله اف الاولى بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك ان اف مضارع ايضا اللي احنا لسه شارحينه، بس الناحيه الثانيه will او كان او may، والفعل فين يا اولاد؟ في المصدر. طيب ده بيسموه جملة الشرط وجملة جواب الشرط. يبقى احفظ معايا القاعدة، اف مضارع والمصدر، اف مضارع والمصدر، اوعى تنساها بعد اذنك. طيب مستر دي بقى بتستخدم امتى؟ لما يكون ترجمة الجملة يا ولاد بتعبر عن شيء ممكن يحصل في المستقبل، حاجة ممكن تحصل. لو انت بتذاكر هتنجح، لو انت بتصحى بدري هتلحق الاتوبيس، فكلها اسمها ايه يا اولاد؟ اسمها حاجات وارد ان هي تحصل في المستقبل. الجمله الثانيه ممكن تبقى ويل وممكن ما تلاقيش ويل فتلاقي كان، وممكن تلاقي مكانها كلمه مين يا اولاد؟ ماي. طيب يبقى يقول لك if صلاح plays well he will score a nice goal، لو بيلعب كويس هيسجل ايه؟ هيسجل هدف. طيب تعال نشوف شكل السؤال. قال لك will صلاح score a goal if he plays well، هل صلاح هيسجل جول لو هو بيلعب كويس؟ طيب يبقى انا هنا what will happen، ايه اللي هيحصل if صلاح plays well، لو صلاح بيلعب كويس. اذا يا رجاله الفكره بتاعتنا كلها في شكل بتاع if جت في الاول فبعدها المضارع والناحيه الثانيه will. طب if جت في النص اللي ورا برضه بعدها مضارع وبقى قبلها مين يا اولاد؟ الويل. فهنا نفس الحكايه what will happen if صلاح plays. shall we go swimming، ممكن نروح نسويمينج if the weather is good، لو الطقس بيكون كويس. هنا ايضا تستخدم مع الاقتراح. قال لي مستر ايضا انا ممكن في الحاله الاولى اللي هي حاله اف الاولى اقول لك اف مضارع بسيط عادي، بس الجمله الثانيه ممكن تبقى مصدر. ايه مصدر ده؟ المصدر ده يا اولاد اسمها جمله امر. جمله ايه يا رجاله؟ الامر. ازاي بامر في اللغه الانجليزيه؟ لما اقول لك stand up اقف، sit down اقعد، open the book افتح الكتاب، ده اسمه امر. فاقول لك مثلا في المثال if you comes early او if you come، دي كم مش comes، if you come early لو انت بتيجي بدري call me اتصل عليا على طول. يبقى هنا ده اسمه جمله ايه؟ امر. ممكن تيجي بالشكل ده. طيب او ممكن عكس الامر يا ولاد اسمه نهي. ما هو الامر يا اما مصدر يا اما كلمه don't. فاقول لك ايه؟ if anyone asks don't tell them، لو حد بيسال
اوعى تقول له اني ام هير ان انا هنا. خلاص؟ طيب قال لك ايضا ممكن في الحاله الاولى زي ما احنا اللي هي اف مضارع ويل الاقي مكان ويل، احنا قلنا ممكن نلاقي كان، صح؟ قلنا ممكن نلاقي مي، صح كده؟ وطبعا ويل، وممكن نلاقي جمله امر. بص بقى ممكن نلاقي ايه كمان؟ ارجع لليونت اللي فات، ممكن تلاقي كلمه should او اخواتها اللي هي would rather او had better. ممكن تلاقي كلمه must او have to. ممكن تلاقي it's important. ايه ده؟ كل ده ينفع في الجمله الثانيه من جمله اف الايه؟ الاولى. طيب هنا مثلا if you want to succeed، لو انت عايز تنجح you had better study. احنا عارفين ان had better الشاطرين هيقولوا لي واكتبوا لي في الكومنتس كده had better دي كانت بتساوي مين؟ had better في يونت 2 كانت بتساوي ايه؟ فكر فيها بالراحه كده وهتعرف تجيبها. انا هجاوبها عشان ايه؟ لو انت ما تتعبش وانت بتدور يعني. had better، بس اللي عرفها يكتبها في الكومنتس بالله عليكم عشان اطمن. بتساوي كلمه ايه؟ should. لو تفتكروا كانت بتساوي if I were you I would. كل ده كان اساليب من اساليب الايه يا اولاد بقى؟ النصيحه. معايا يا حماده؟ طيب يبقى هنا معلمي كده قال لك ايه؟ if you want to succeed you had better you should you must، ايا كان كلهم شغالين معانا. طيب خد بقى ملحوظه بتبين الفرق بين الطالب الجامد والطالب العادي. ايه هي؟ بيقول لك لاحظ الفرق في الحاله الصفريه بتشير الى التعميم، والحاله الاولى تشير الى التخصيص. يعني ايه تشير الى التعميم ويعني ايه تشير الى التخصيص؟ قال لك في الحاله الصفريه اللي هي بتاعت البديهيات اللي هي اف مضارع بيقول لك لو شربت، اللي بيشرب السم بيموت. ده ايه؟ ده عموما. لكن في الحاله الاولى لو انا خصصت قلت لكم اللي هيشرب السم ده، خصصت حاجه معينه، بلاش اللي هيشرب السم ده. لو سخنت الميه دي، سخنت حاجه معينه، الميه دي تمام اللي مش موجوده دي، هنا انا خصصت ميه معينه، فهنا الموضوع هيتحول من حاله صفريه الى حاله ايه؟ اولى. هقول لك بدل ما اقول لك if you boil water it boils، if you heat water it boils. لو انت بتسخن الميه it boils، صح كده؟ طيب لكن if you heat this water هيبقى it will boil. فهمنا الفكره؟ ليه يا مستر؟ لان لما خصصت كده اصبح في احتمالات. تمام؟ تعالى طيب نشوف الحكايه. يقول لك ايه؟ if we water plants، لو احنا بنروي النباتات الطبيعي ان they grow، ده عموما. اما if we water those plants، لو انت هتروي النباتات دي، هنا الموضوع اصبح في احتمالات they will grow. هم ايه؟ هم هينمو، او ممكن اقول بقى may مثلا احتمال، وهكذا، لان هنا اصبح تخصيص. قال لك يا دكتور ان خد بالك يمكن استخدام التصريف الثالث مباشره بعد اف، ودي تركايه عاليه، بشرط ان جواب الشرط يبدا بالمفعول. يعني ايه؟ بص الجمله دي if metal is heated، لو الميتال is heated يعني ايه heated؟ الحديد بيسخن، الجمله دي مجهوله. it expands هو بيتمدد، صح كده؟ طيب قال لك if heated على طول، لو اتسخن، بصوا معانا جمله، لو اتسخن metal expands. فاهم حاجه؟ يبقى تركيبه الجمله دي تركيبه مختلفه شويه. قال لك لو اتسخن المعدن بيتمدد على طول. انتقل معايا بقى للبدايل. صحيح البدايل يا جماعه بنقول تاني اهو مش موجوده في كتاب المدرسه في سنه اولى ثانوي، ولكن احنا بنشرحها لان بما ان الراجل اشتغل على اف، اذا انت لازم تاخد كل اف بجميع جوانبها. ركز في البديل الخاص بالحاله الاولى، البديل الخاص بالحاله الاولى. بيقول لي يا معلم، بيقول لك يا معلم ان انت اف، مش هي اف مضارع؟ القاعده بتقول لك اف مضارع والمصدر. طب اف مضارع والمصدر، طيب اف مضارع دي على بعضها بنشيلها ونحط مكانها ايه؟ should والفعل في المصدر. should والفعل في المصدر. والجمله الثانيه عادي بقى will او كان او may والمصدر اللي هي الطبيعي بتاعنا. لكن الجمله الاولى كامله اتغيرت بقت should والفعل فين يا رجاله؟ في المصدر. احفظها واوعى تنساها. تعال نشوف المثال ونفكر بتاعتنا. مثلا ممكن اقول لك ايه؟ ممكن اقول لك should you study. لو انت بتذاكر، هنا should معناها لو انت بتذاكر hard، بتذاكر جامد، you will او كان او may get
هاي ماركس، هتحصل على درجات ايه؟ عاليه. يبقى ده بديل ليه. طيب تعال نشوف بديل كمان يا رجاله. بيقول لك ايه؟ قال لك ان انا ممكن اقول مكان اف احط مكانها كلمه ان كيز، ولكن ان كيز دي معناها ايه؟ في حاله. في فرق بسيط في المعنى. بيقول لك ان كلمه اف ديت بتيجي مع الشرط، بشرط عليك لو بتذاكر هتنجح. لكن ان كيز في حاله بتستخدم لما اكون بتكلم عن حاجه احتياطي تحصل، يعني خد معاك فلوس في حاله ان هم يحتاجوا فلوس. هنا مش شرط معايا. فده الفرق. لكن طبعا هما شبه بعض او الاثنين نفس الاستخدام. خد الجايه. قال لك كمان في provided، مش provide بس، provided that او providing that. ايضا as long as او so long as، لطالما. on condition that، شريطه ان، شرط يعني. يبقى دي كلها بدايل بتساوي if. خدوا بالكم كلهم بيجي بعدهم جمله عادي خالص. يقول لك ايه؟ صلاح will win if he plays. صلاح will win as long as he plays، لان as long as لطالما بيلعب جيدا. معايا؟ يبقى كل دي بدايل لكلمه if. يلا ننتقل الى الحاله الثانيه. الحاله الثانيه يا اولاد بتعبر عن ايه؟ قال لك بتعبر عن احلام، تخيلات، اشياء مستحيل ان هي تحصل، افتراض عكس الواقع. وايضا يمكن استخدامها مع النصيحه اللي هي بتساوي كلمه should. طب شكلها عامل ازاي؟ ركز معايا واكتب كده وانت شغال. قال لك القاعده تقول لك كالتالي: اف اهي بيجي بعدها يا جماعه ماضي بسيط. مستر انا نسيت الماضي البسيط. الماضي البسيط قديم، تنساه ازاي؟ الماضي البسيط بتاع زمان اللي هو ايه؟ اللي هو كان التصريف الثاني للفعل باضافه دي والاي دي والاي دي، الحاجات دي ها. والمجهول بتاعه اللي بتنسوه دايما اللي هو ووز وير، والتصريف الكام يا رجالتنا؟ الثالث للفعل. يبقى هنا ده تكوين الماضي البسيط بتاع زمان. بس الناحيه الثانيه would او could او might، would او could او might. يبقى هنا يا جماعه الحاله الثانيه تقول لك ايه؟ اف ماضي would والمصدر، اف ماضي would والمصدر. الود اللي هي could او might حسب الموجود. خد بالك لازم وراها infinitive مصدر. طيب دي بتستخدم مع الحاجات اللي ممكن، اللي مستحيل تحصل، اللي مستحيل تحصل. شوف تكوينها كده في السؤال عامل ازاي. if I found treasure، لو انا كنت لقيت الكنز I would live as a king، انا كنت عشت ملك يابا. لو انا كنت لقيت الكنز كنت عشت ملك. ها طيب if he studied hard، لو هو كان ذاكر، لو كان ذاكر ايه اللي حصل؟ he would get better marks، كان جاب درجات حلوه. ده لو كان ذاكر. يبقى هو ذاكر؟ دي تخيلات. ما انت ما ذاكرتش مش هتلاقي، ذاكرت باذن الله هتلاقي. تمام. طيب قال لك هنا معلم would he get better، طبعا عشان ده سؤال فاحنا بنبدا بود، بنعكس يعني. would he get better، هل هو هيجيب درجات كويسه او كان هيجيب درجات كويسه if he studied hard، لو كان ذاكر. ها يبقى انت هنا قدمت ده على ده عشان ده ايه؟ ده سؤال في الحاله الثانيه. طيب ايه هي البدايل اللي بتيجي مع الحاله الثانيه؟ اولا شد العاديه اللي احنا قلناها فوق. اذا مين مشتركه مع الاولى والثانيه؟ كلمه شد مشتركه مع الاولى والثانيه. شد والفاعل والانفينيتيف اللي هو مشتركين عادي، والجمله الثانيه وود والمصدر. طيب او خد بقى الجايه، ممكن تبقى وير والفاعل او المفعول تو والمصدر او الانفينيتيف، وممكن تبقى صفه وممكن تبقى اسم. يعني ايه مثلا؟ انا ممكن اقول لك where you to study، where you to study لو كنت ذاكرت you. الجمله الثانيه ايه يا اولاد؟ would get high marks، كنت جبت درجات عاليه. طيب ممكن اقول لك مثلا where you احمد، لو انت كنت احمد كنت مكان احمد. where you rich، لو انت كنت ريتش غني. كل دي حاجات تنفع بدايل لاف اللي هي الجمله الاولى. if I found a treasure I'd live. should I find a treasure، لو انا كنت لقيت الكنز. where I to find، بتيجي كتير قوي دي يا اولاد، بتيجي كتير قوي لو جاب لك اسئله على البدايل. خلاص يا حبايبي، يبقى احنا عرفنا كده الحاله الاولى بدايلها، الحاله الثانيه وايضا بدايلها. ركز معايا ولاحظ المثال الجاي ده. قال لك if I were a king، لو انا كنت الملك I would rule justly، انا كنت حكمت بالعدل. if I had money، لو كان معايا فلوس
I would buy a mobile. انا كنت اشتريت موبايل. فهنا يا جماعه بعرفك ان دي حاجات مش موجوده، حاجات ما حصلتش. وخد بالك من ملحوظه ان الاي جايه مع وير. الاي جايه مع وير، المفترض الاي بتاخد ووز، ولكن الاي جايه مع وير لان في الحاله الثانيه يمكن لوير ان هي تيجي مع جميع الضمائر. ممكن تيجي مع جميع الايه؟ الضمائر. خلاص؟ خد بالك الافعال هنا دي افعال اساسيه. يعني هاد هنا فعل اساسي، هاد بس فعل اساسي. طيب ركز معايا، تعال نشوف. قال لك هنا where I a king، لو انا كنت الملك I drew justice. قال لك had I money I would buy a mobile. ايه هو البديل؟ ركز معايا، خلاص دي قلناها. صلي على الحبيب. طيب تعالى بقى نشوف الحته الجايه ديت. قال لك في بدايل بس بتيجي مع الحاله الثانيه. بدايل مع مين يا اولاد؟ مع الحاله الثانيه. ايه هي؟ قال لك عندنا كلمه suppose. الكلمه دي على فكره معناها يفترض. supposing. imagine نتخيل. what if ماذا لو. on condition that. on condition that دي موجوده برضو هناك مع الاولى. كل ده يمشي يا جماعه يساوي كلمه ايه؟ if. يعني ممكن ما تلاقيش في الاختيارات if وتلاقي مكانها حاجه من دول. خلاص؟ طيب يبقى suppose that, supposing that, imagine that, what if that, on condition ايه؟ that. طيب ننتقل مع بعضنا الى الحاله الثالثه وصلي على الحبيب. الحاله الثالثه حبايبنا بتقول لك هي بتعبر عن الندم او بتناقش اي حدث بس حصل فين يا جماعه؟ في الماضي. طيب فكرتها يا معلم. قال لك برضو اف، بس المره دي بيجي بعدها زمن كان اسمه باست بيرفكت، يعني ماضي تام. ماضي تام اللي هو بيتكون من ايه مستر؟ هاد والباست بارتيسيبل، او المفعول هاد بين والباست بارتيسيبل. يعني دي المعلوم ودي المجهول. خلاص؟ المهم الزمن ده كان اسمه ماضي تام. بص الناحيه الثانيه بقى، would او could او might have، بس لازم تصريف ايه؟ تالت. اوعى تنسى التركيبه الله يرضى عنك. ها؟ if had تصريف تالت would have تصريف تالت. خد بالك لو هاد بس تبقى حاله ثانيه. لو هاد بس لان هاد بس ده ماضي بسيط، لكن هاد والتصريف الثالث ده كده بقى ماضي تام، يبقى دي حاله كام؟ ثالثه. يبقى اف ماضي تام وود هاف والتصريف الثالث، اف ماضي تام وود هاف والتصريف الثالث. اي طالب من الطلبه الشاطرين اللي متابعينا يكتب الاربع قواعد متلخصين كده في الكومنتس دلوقتي في الكومنتس على اليوتيوب. طيب قال لك if I had seen you، لو انا كنت شفتك I'd have said hello، انا كنت قلت لك ازيك. خد بالك had لازم لازق فيها تصريف ثالث، انا باكد للمره ال100 اهو. طيب if I had followed، لو انا اتبعت النصايح I would have succeeded، انا كنت ايه؟ نجحت. خلي بالك من النقط التوب دي، الحاجات الجامده قوي دي. قال لك ايه يا معلمي؟ بيقول لك ان كلمه unless بتساوي اللي هي اذا لم، بتساوي if not. يعني كلمه unless معناها منفي، هي if بس معناها ايه؟ منفي. يعني جملتها الاولى بتاعتها ما ينفعش تكون منفيه. ليه؟ عشان هي نفسها نفي. قال لك خد بالك جملتها دايما مثبته. unless I had followed، لو لم، هنا بص الترجمه، لو انا لم اتبع النصايح I would have failed، انا كنت فشلت. طيب تعال نشوف ملاحظات اخيره ونقفل الدرس كده. قال لك اف يا جماعه بيجي بعدها حاجه اسمها جمله. مستر يعني ايه كلمه جمله؟ طلابنا اللي متابعيننا دايما يحفظوا معايا الحته ديت، وعايزك مثبتها في دماغك. اي قاعده بيقول لك بيجي بعدها جمله، يعني بيجي بعدها فاعل وفعل ومفعول. فاعل وفعل ومفعول. اما يا اولادنا لو قال لك حاجه بيجي بعدها شبه جمله، يبقى انا قصدي ايه؟ قصدي ان بيجي بعدها اسم او فعل متضاف له اي ان جي، noun او verb اي ان جي. قال لك هنا يا جماعه دي نحفظها الله يكرمكم بقى. if بيجي بعدها جمله، لكن in case of بيجي بعدها شبه جمله. طيب قال لك unless اللي هي عكسها اذا لم، بيجي بعدها جمله فاعل فعل، اما بتساويها كلمه without يعني بدون، but for بدون. قال لك بيجي بعدهم شبه ايه؟ جمله. خد بالك without بيجي بعدها noun او verb اي ان جي، لكن but for بيجي بعدها مين بس يا اولاد؟ النون.
اما في تركيبه تانية بتيجي مع الحاله التانية فقط if it weren't for او if it hadn't been for مع الحاله الثالثه بيجي بعدها noun او verb ing. دي يا مستر اعمل فيهم ايه؟ احفظهم زي ما هم. ليه؟ لان وارد يقولك في اسئله تشوز. اوكي؟ طيب اتمنى ان انتوا تكونوا فاهمين كويس جدا 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 وبتكتبوا ورايا ومركزين في القاعده. حالات اف يا جماعه من الدروس القويه في اللغه الانجليزيه، بس ان شاء رب العالمين معانا هتبقى سهله جدا. ننتقل مع بعضنا الى يونت 4. يونت 4 من اليونتس الجميله البسيطه السهله خالص في اللغه الانجليزيه. بتعمل ايه؟ قال لك بيتكلم عن الافعال. طبعا اليونت ده جالنا اكتر من مره في ثالثه اعدادي وفي سنين قبل كده. ايه هي الافعال اللي followed by to والانفينيتيف والافعال اللي بيجي وراها الفيرب اي ان جي؟ بيتحفظ بس انت من كتر ما بتسمعه اصلا خلاص انت حافظه. معايا كل اللي هتعمله الملف اهو. كتاب المعاصر عامله بطريقه جميله برضه، كتاب جيم عامله بطريقه جميله. هي الحكايه كلها جداول. اعمل ايه يا مستر؟ احفظها. ايوه احفظها ازاي؟ انا اقعد احفظ كل ده؟ لا، يعني مثلا احفظها بالتو. يعني مثلا قول لي ايه؟ agree to, arrange to, deserve to, long to, offer to, plan to. يعني فاهم؟ غنيها بالتو. غنيها بقى، طبلها، اعملها اللي انت عايزه. swear to, threaten to, want to, encourage to, refuse to, prepare to, expect to, attempt to, pretend to, fail to, choose to, dare to, decide to, need to, demand to, manage to, mean to, promise to, wish to, seem to, tend to, hope to, offer to, learn to. انا عارف بقى الناس اللي هتاخدها تعملها راب دلوقتي. اعملها راب، اعملها العفريت، المهم احفظها بالتو. ماشي؟ طيب اما gerund verb ing admit, avoid, complete, dislike, enjoy, finish, go on وهكذا. ملهاش اغنيه للاسف. تمام؟ دول برضو هتركز عليهم. خد بالك من كلمه suggest مهمه يعني يقترح. خد بالك من كلمه can't stand يعني لا يطيق. خد بالك برضو من كلمه give up بمعنى يتوقف او يقلع عن شيء، وكلمه understand، كلمه imagine. اما مثلا كلمه براكتس، كلمه انفولف، كل دي افعال مهمه على فكره. كلمه كانت هيلب يعني لا يستطيع ان يتوقف، كانت هيلب. خلاص؟ مهم جدا 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 الكلمات دي. طيب هناك تعبيرات يعني مش كلمه، تعبيرات يعني جمل. خلاص؟ بيجي بعدها الاي ان جي. مين؟ وخد بالك انتوا متعودين ان التو بيجي بعدها الفعل في المصدر. لا، دي تعبيرات بعدها اي ان جي وفيها تو. يعني مثلا be accustomed to. be ديت يا اولاد اللي هو الفيرب تو بي اللي هو ام واز وايه وار. be used to احنا كلنا عارفين used to بس مصدر، لكن be used to لا اي ان جي. due to بسبب، get used to، lead to، owing to، owing up to، take to. خد بالك take to معناها ايه؟ يعتاد على. get round to، look forward to كلمة قديمة ومهمة جدا يعني يتطلع إلى، نفسه. I'm looking forward to sleeping أنا عايز أنام مثلا. thanks to يعني بفضل، هنا مش شكرا، هنا بفضل. in addition to بالإضافة إلى. be opposite to، due to، contribute to مهمة أوي 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 دي، وobject to بتتكرر كتير جدا. يبقى دي كلها تعبيرات بيجي وراها to الفعل في المصدر. ماشي، مفيهاش حاجه. خد دول كمان معاك بقى. شويه حاجات كده يعني ايه على وش القفص. can't stand، can't bear، can't help. خد بالك المعاني. can't stand يعني انا مش طايق، can't bear مش قادر اتحمل، can't help مش قادر اقاوم، can't stop مش قادر اتوقف، can't resist يعني مش قادر ان يقاوم. كل دي كلمات مهمه بعدها الفيرب اي ان جي. قال لك beside كل ده بعده فيرب اي ان جي. how about it's worth، it's a waste of time، it's a waste of money، it's fun، it's no use، it's no good. مفيش فايدة. طيب ركز معايا. خد بالك بقى في أفعال يا جماعة بيجي بعدها تو المصدر، وأفعال بيجي بعدها الفيرب اي ان جي ومفيش فرق في المعنى. يعني إيه؟ يعني بيجي بعدها تو المصدر واي ان جي والاتنين شغالين صح. زي مين؟ زي كلمة like، love، hate، prefer دي بمعنى يفضل. كلهم يجي بعدهم الاثنين مفيش مشكله. خلاص؟ يعني هو مفيش فرق كبير في المعنى، هو في فرق طفيف. يعني الفيرب اي ان جي اذا كان الحديث عن شيء عام، اما تو المصدر حديث عن شيء مخصص. يعني مثلا I like watching TV، انا بحب اتفرج على التلفزيون عموما.
لكن انا مثلا اقول لك انا بحب اتفرج على الافلام مثلا، المسلسلات، المسرحيات، فبخصص حاجه خاصه، فيفضل استخدام تو المصدر. لكن الاتنين صح شغالين. اما يبقى I like to live in London، انا بحب اعيش في لندن. ها children like playing، العيال الصغيره بتحب ايه؟ تلعب. خلاص ده عموما. اما لو حط لك كلمه would، لو حط لك كلمه مين يا معلم؟ would، اوعى تتلخبط واوعى تنسى ان بيجي بعدها تو المصدر، تو الانفينيتيف. يعني would like، would hate، would prefer، would love، كل ده لازم اختار تو، ما ينفعش بقى اي ان جي هنا. يبقى طالما في would يبقى في ايه؟ في تو. ها I feel like، ركز في الحته دي، I feel like او dislike او كلمه detest اللي هو يكره بشده، detest، بيجي بعدهم الفيرب اي ان جي. طيب قال لك بعد كده عندنا افعال التاليه بيجي بعدها تو المصدر او اي ان جي دون اي فرق في المعنى. ها زي مثلا start و being و continue، ماشي هنا شغال الاثنين مفيش اي فرق خالص معايا. ولكن خد بالك في ملحوظه صغنطوطه بين السطور كده، بيقول لك ايه؟ لو الجمله بادئه بستارت باي، ستارت باي تكتب اي ان جي، اما ستارت وذ تكتب ناون، تختار اسم من الاختيارات. ستارت باي اي ان جي، ستارت وذ تختار ناون. يعني I'd like to start with the soap، انا عايز ابدا بالشوربه. تمام؟ I want to start by telling my story، انا عايز ابدا لكم بحكايه قصتي. اما يا اولاد في حاله خاصه، كلمه ستارت نفسها لو جايه هي نفسها اي ان جي، كلمه ستارت نفسها اي ان جي، او كلمه بيجين اللي هي ايضا معناها يبدا جايه اي ان جي، اللي بعدهم بيكون تو المصدر. يبقى تاني هما الاثنين يقبلوا تو المصدر واي ان جي عادي، بس لو هما نفسها جايه ستارتنج اي ان جي او بيجيننج اي ان جي اللي معناهم يبدا، يبقى انت على طول تختار ايه؟ تو المصدر. بص المثال، while I was starting to watch، لما انا ابتديت اتفرج، هنا لازم to watch، ما ينفعش حاجه ثانيه. ها it has starting to rain، it has starting to rain، it has starting raining. ها طيب بعد كده حبايبي قال لي عندنا الافعال والاسماء والصفات المتبوعه بحروف جر. خد بقى معلومه، اي حرف جر في الانجليزي كله بيجي بعده اي ان جي ما عدا التو، هي اللي فيها احتمالات. ها اي فعل، اي صفه، اي اسم حرف جر اي ان جي. ها طيب اي حرف جر تديني اي ان جي، زي مثلا ما اقول لك ايه؟ اتس، مثلا اقول لك ايه؟ I am interested in، انا مهتم بيه. learning، ها I am interested in، ها learning، تعلم. يبقى اي حرف جر بعده اي ان جي. طيب قال لك يا سيدي بقى في افعال يا جماعه لو جه وراها تو المصدر او الفيرب اي ان جي بس في تغيير كبير في المعنى. يعني لو جه وراها تو المصدر ليها معنى، لو جه وراها اي ان جي ليها معنى تاني. قال لك ايه هو؟ remember يعني ايه يا جماعه؟ يتذكر. لو جه بعدها تو المصدر يبقى يتذكر ان يفعل، يعني يتذكر حاجه لم يفعلها، حاجه لسه ما عملهاش. I remember to do my homework، انا فاكر ان انا هعمل واجبي. اما remember اي ان جي يتذكر شيء ايه؟ فعله. يعني I remember doing my homework، I remember calling my friend، انا افتكرت ان اتصلت بصاحبي. خلاص؟ طيب تعالى معايا كلمة forget اللي هي بمعنى ينسى، برضه تو المصدر ينسى شيء لم يفعله. نسي حاجة ما عملهاش لسه، يعني ينسى أن يفعل. I forgot to turn off the light، أنا نسيت إن أقفل النور، لسه هقفله. لكن I forgot مثلا sleeping late، أنا نسيت إني نمت متأخر، يبقى ينسى شيء إيه؟ فعله. خلاص؟ طيب I forgot taking medicine، انا نسيت اني خدت الدواء. خلاص؟ لذلك انا اخدت الدواء تاني. انت بتعرف منين انه حصل ولا ما حصلش؟ من تكمله الجمله. لازم تكمل الجمله، الناس اللي بتحل من على بره دي ها لازم تكمل الجمله. يبقى معايا كلمه remember، معايا كلمه forget، معايا ايضا كلمه stop مهمه قوي. stop to يتوقف لكي، يعني يتوقف لحاجه لسه ما عملهاش. I stopped to smoke، انا توقفت عشان اشرب.
سيجاره مثلا، خلاص. مش انا ما بشربش. اما كلمه ستوب اي ان جي يتوقف عن فعل شيء تماما، يتوقف تماما، خلاص، يتوقف عن حاجه عملها، يبقى برضو نفس المعنى. هنا لم يفعل، تو المصدر لم يفعل، اي ان جي ايه؟ فعل. اي ستوب سموكينج، انا توقفت عن التدخين تماما. قال لك ايه؟ my friend stopped to talk، توقف عشان يتكلم. my friend stopped smoking. كلمة regret يا اولاد اللي هي بمعنى يندم، برضه تو المصدر، يندم على حاجة لم يفعلها، لسه ما عملهاش. I regret مثلا to tell you، انا ندمان ان انا اقول لكم، او زعلان ان انا اقول لكم مثلا ان الرحلة بتتلغي، خلاص. اما اي ان جي حاجة ايه؟ فعلها، وهكذا. كلمة try كذلك، try to قال لك يحاول ويبذل مجهود ولكنه يفشل. اما اي ان جي يحاول عشان يجرب يشوف الايه؟ النتيجه. كده حبايبي نكون وصلنا لنهايه شرح جرامر يونت 3 يونت 4 بتلخيص مبسط، وما سيبناش فسفوسه صغيره، حتى في بعض الكتب مش مكتوب فيها جميع التفاصيل اللي احنا قلناها. يا رب تكونوا مستفادين مننا. زي ما اتفقنا كده، كل الطلبه اللي معانا تكتب في الكومنتس الجمل اللي هم محتاجينها. لو انت محتاج اي حاجه كمان حبيب قلبي، لو انت فهمت اكتب في الكومنتس كده، اعمل لنا كومنت جميل على اليوتيوب عشان نستمر ان شاء الله، وهنزل لكم مراجعات ضرب نار باذن رب العالمين. خلاص. طيب تعالى بقى نفتح المذكره ونحل. عايزين كلمات، وعايزين حل بقى. عايزين كلمات والايديومز والحبشتكنات بتاعتها ثم الحل عليها. يلا نشوف حبايبنا بقى نظره سريعه على الكلمات كده. احنا هننزل لكم كده سكرين باهم الكلمات. خلاص. الكلمات بتاعتنا ديت ده تلخيص لاهم الكلمات حبايبي، ده تلخيص، خلاص. يعني انت المفترض حافظ كله تمام، بس ده التلخيص بقى اللي هو بيلم لك في الاخر. خلاص. هتقراهم كده كلهم قرايه سريعه، والكلمه اللي انت حاسس انك مش حافظها كويس ذاكرها، اكتبها مره واثنين وثلاثه. طرق كتير جدا 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 لموضوع حفظ الكلمات. الطلبه اللي فاكره ان حفظ الكلمات يا جماعه هو ان احنا نعمل جداول، لا، قلنا ده كذا مره، خلاص. لكن في طرق كتير، اهمها واقربها هو انك تستخدم الكلمه في وسط جمله بس. يعني انت بتقرا التكست بتاع اليونت وبتستخدم الكلمه في الحل، فانت معاك هنا حوالي بنتكلم في صفحتين في الفوكابيولاري، صفحتين ونص هم. خلاص. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ثم بعد كده اهم الايديومز واهم البريبوزيشنز، حروف الجر، زي مثلا كده يا اولاد agree to، apply او put pressure on. كلمه at a national level كلها كلمات بتيجي ورا بعضها، بيجي لك في التشوز كده، في امتحان بيخلو منها. يعني نعلم لك كده على اهمهم برضو. يعني عندك كلمه مثلا at a time، at least يعني على الاقل، aware of، cause to stop يتسبب في توقف، click an action، click an action، an icon، اسف، click an icon، combine with، يدمج، cut down، do research معاها do، conduct او do survey يعني يجري مسحا، يعمل استطلاع مثلا، exchange for، كلمة face to face، fight against يعني يحارب ضد، fight over، كلمة give a truthful answer يعطي إجابة صادقة، كلمة go green يعني اعتمادات أو يعني ممارسة صديقة للبيئة، يعمل حاجات صديقة للبيئة. قال لك أيضا بعد كده معانا الجزء الثاني green practice يعني ممارسات بقى صديقة للبيئة زي ما قلنا، healthy boundaries يعني حدود صحية، in fact، in return، in trouble، keep his promises يعني يبقى على وعده، limited to، make a promise يقدم وعد، خد بالك معاه make مش do، make changes، make a quick money، on social media، كلمة bought on a friendly، refer to، rely on يعتمد على، مهمة جدا جدا، result from، result in، خد بالك فرق ايه؟ ينتج من وينتج ايه ويؤدي الى، transform into و write down. السينونيم والانتونيم طلبة كتير جدا بتطنشهم، لا ده اول سؤالين في الامتحان، اياك تسيبهم. اول سؤالين انت حضرتك بس هتقراهم كتير، اقراهم بصوت عالي كده واضح. يعني باتري هي ايه؟ هي deceive ومسليد وشيت. قالك كمان الانتونيم assist وسبورت، واي حاجه تدي المعنى ده. هي السينونيم والانتونيم كده اول سؤالين في الامتحان ب5 اختيارات، بتختار من كل اختيار ايه؟ 2. خلاص. طيب confirm، deception، fake، وكلمه honesty، profit، كلمه reliable، suspicious، truthful، value، improve، كلها بقى اهم 3 و4.
طيب تعال نشوف اللانجوج نوتس مهمه جدا. ايه الفروقات ما بين كلمه باوندري وكلمه بوردر؟ كلمه باوندري قال لك دي خط، الحد اللي بيكون منطقه من الارض بيملكها شخص واحد. ابوك شاري حته ارض فعامل لها باوندري، عامل لها حدود. اما كلمه بوردر ده بيكون حد فاصل بين اتجاهين عكس بعض، ده كلمه بوردر. اما كلمه ريكواير، اكواير، انكواير شبه بعض، وركز. ريكواير يا اولاد بمعنى يحتاج، اما acquire ديت بمعنى يكتسب او يحصل على، وانكواير يستفسر. باتل يعني معركه بين جيشين. طيب اما كلمه war هي حرب كبيره جواها عده معارك. وكلمه conflict بمعنى صراع شخصي او صراع ديني او صراع بين دول وجماعات. كلمه respect بمعنى يحترم، verb او احترام. respectable بمعنى شخص او شيء جدير بالاحترام. الحاجه دي، المجهود اللي حضرتك عامله يا مستر ده مجهود جدير بالاحترام. اما كلمه respected بمعنى محترم من الاخرين، وكلمه respectful بمعنى مهذب او شخص بيظهر الاحترام. كلمه sensational بمعنى مثير للاعجاب، والsensitive يعني حماس، او اسف سنسيتيف جاي من السنس، عنده سنس كده يعني راجل حساس خلاص، او يعني مش شرط يكون راجل يعني، فاهم؟ سنسبل يعني عقلاني زي جدك كده وبابا مثلا، بتيجي تتكلم معاه تحس انه ايه، عاقل كده، عنده عقلانيه وحكمه. ماشي. طيب كلمه افكتبل ايه يا اولاد؟ وافكتبل ايه؟ افكتبل ايه ده اسم بمعنى التاثير. قال لك كلمه امباكت اللي بيجي معاها حرف الجر اون ايضا بمعنى تأثير قوي أو مفاجئ سواء سلبي أو إيجابي. أما affect يؤثر على ده الفيرب. كلمة adopt بالO وadapt بالA. adopt بالO بمعنى يتبنى طفل أو فكرة. أما adapt to بمعنى يتأقلم على، يتكيف على حاجة معينة. كلمة process بمعنى عملية، ولكنها هنا عملية مثلا حسابية. أما كلمة operation دي بمعنى عملية شبه العمليات مثلا الجراحية. خلاص؟ يعني بروسيس دي عمليه فيها عده خطوات، اما الاوبريشن دي عمليه مثلا عمليه ايه، يعني الميكانيكيه او وظيفيه او مثلا الجراحيه. كلمه سبيشال يا اولاد بمعنى خاص. سبيشال بمعنى ايه؟ بمعنى خاص، يعني مميز فريد من نوعه. This is a special pen. القلم ده قلم من نوع خاص مش موجود منه كتير. اما كلمه private بمعنى خاصي ملكي. This is my private pen. ده قلمي الخاص. فهمنا الفكره؟ كلمه include بمعنى يشتمل على. قال لك يعني مثلا انت حجزت القطر، فالقطر includes breakfast يعني بيشمل وجبه الفطار. اما كلمه contain بمعنى يحتوي على شيء جواه. العلبه دي فيها ايه؟ العلبه دي فيها فيل، خلاص يبقى contains. طيب اما consist of يعني يشتمل، يتكون من. الشقه بتاعتنا consists of 5 rooms تتكون من 5 غرف. كلمه لاك وكلمه هول وكلمه سبيس. كلمه لاك يا اولاد بمعنى يعني احنا بنسميه تنفيس او تسريب. خلاص، يعني خرم صغير كده بيطلع ايه؟ بيطلع مثلا غاز او سائل او ايا كان، او تمشي معلومه. خلاص، يعني ايه؟ قال لك تسريب او ثقب يتسرب منه شيء. اما كلمه هول، لا هول ده فتحه كبيره. هول ده اللي هو زي ثقب كبير. خلاص، بس ثقب بقى حاجه كبيره، فتحه كبيره، حفره. طيب اما سبيس دي بمعنى ايه؟ بمعنى مسافه. خلي حلمك هدف. والله خلي حلمك هدف، خد بالك. طيب يبقى دي كده اصدقائي كانت اهم اللانجوج نوتس واهم مراجعه على الفوكابيولري الكلمات. تعالى بقى نطبق شويه حل كده يا جماعه ونصلي على الحبيب. اول حاجه فوكابيولري كويستشن، ادي السؤال اللي بيجي لك عليه 5 اختيارات. بيقول لك he tried to betray me، حاول ان هو يخوني، but I was aware. السينونيم بقى ولكن انا كنت حذر او مدرك. المهم المرادف من كلمه ايه؟ من كلمه يخون. قال لك هي بتساوي كلمه، طبعا كلمه deceive اللي هي يخدع، وكلمه mislead اللي هي بمعنى يضلل. طبعا فيس يواجه، هايد يخفي، افويد يعني يتجنب، مش معانا. انا عايز الكلمات اللي في السينونيم والانتونيم موجودين فوق. طيب some factors exploit بمعنى ايه؟ يستغل الchildren and make them work with low wages. بعض المصانع بتخلي ال 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 الاولاد يشتغلوا باجور قليله.
قال لك هنا كلمه اكسبلويت. كلمه اكسبلويت يا اولاد يعني مسيوز. مسيوز يعني اكسبلويت يستغل، وايضا كلمه ابيوز ايضا بمعنى يستغل. امبريزن يعني سجن. ريبيت يكرر، وكلمه تراب بمعنى الفخ. Let's eat in this popular restaurant. يلا ناكل في المطعم ده. This synonym من كلمة popular اللي هي بمعنى مشهور. خد بالك عايز anti اللي هو المضاد بتاعها. يبقى مين يا أولاد؟ قال لك غير مشهور unpopular معروفة، وكلمة unknown unaware غير مدرك، وunvisable غير مرئي، وكلمة polluted ملوث. The boy escaped from the workhouse. قال لك because of the violence he experienced. يبقى هو هرب من الورك هاوس بسبب الفايلوس يعني القسوه اللي هو يعني اكسبيرينس مر بيها. فبيقول لك هو هنا عايز المرادف ليها. قال لك المرادف للكلمه ديت اسمها اكريشن بمعنى القسوه او الحده، وكلمه كروليتي ايضا بمعنى القسوه. لكن الكلمه الثانيه دي اللي هناك دي بمعنى الكومباشن، دي العطف، دي حاجه ثانيه. ودي طبعا بمعنى الكرم. طيب قال لك he gave a fake smile يعني ضحك فيك، ضحكه كده. خلاص؟ طيب ما بعرفش اعملها. المهم هو عايز المضاد لكلمه فيك، الانتينيم من كلمه فيك. طبعا الانتينيم ليها خد بالك هنا artificial دي معناها اصطناعي، لا هي genuine، وكلمه ايه؟ كلمه authentic. طيب تعال نشوف بقى الاختيارات ابو 4 عادي. قال لك he always tells the not so people know they can't count on him. يبقى هو دايما بيقول ايه؟ اللاي يعني الكذب، ولا رومر اشاعه، ولا السكرت، ولا تراست. طبعا الاجابه تراست اللي هي ايه يا جماعه؟ الحقيقه، لذلك الناس كلها بتثق فيه. قال لك the new story about the actor. القصه الجديده عن الاكتور دي كانت مليانه بالايه؟ قال لك مليانه باللايز. يعني ايه لايز؟ يعني الاكاذيب. برضه فاكتس حقائق، ايدياز افكار، كلمه تراست يعني الحقائق. When you face difficult problem لما تواجه مشكلة صعبة you not on your friends to help you. طبعا بتعتمد على اصحابك ان هم يساعدوك، يبقى كلمة اسمها rely on يعني يعتمد على. disagree with يعني يختلف، كلمة hide يعني يخفي، كلمة ignore يعني يتجاهل. Number 9 his A and integrity were widely known. مشهورة جدا. So he was elected to lead the team. لذلك هم اختاروه علشان يسوق أو يقود الفريق. يبقى الراجل مش dishonesty ولا appearance ولا مظهره ولا الجريد الطمع، هي الhonesty اللي هي ايه يا أولاد؟ الأمانة. Number 10 a simple act. تصرف بسيط of A can make a huge difference. يبقى تصرف بسيط من الكايندنس من اللطف ممكن يعمل huge difference اختلاف في حياة الشخص. انت ممكن مثلا تعمل تصرف بسيط جدا 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 يخلي اللي قدامك يفرح. سي انت دخلت مثلا الفصل بتاعك او في الجروب بتاعك او ايا كان يعني، فلقيت صاحبك قاعد مهموم مش طايق نفسه ولا قادر ولا مش طايق نفسه خالص. فدخلت عملت تصرف بسيط ضحكته. انت في نيتك عايز تضحكه، مش رخامه دخلت ضحكته، هزرت معاه، عزمته على حاجه حلوه، حاجه بسيطه خالص. ممكن تخلي التاني ده يومه يختلف تماما، يومه يفرح، يقعد يدعي لك في سره طول اليوم. زي مثلا شفت مثلا تشوف حد فقير او حد من الناس اللي هم يعني طالبين صدقات وانت ما معكش غير 5 جنيه في جيبك، 10 جنيه في جيبك، رحت مطلعها مديها له. خلاص انت ما تعرفش هو ممكن يكون كان محتاجها، كان واقف عليها فعلا. خلاص فسبحان الله يعني. فدي الحاجات البسيطه اللي ممكن تعمل ديفرنس في السموان ايه دي عندك وعنده. خد بالك لان ربنا بيفرحك في ساعتها. It's important to judge people by their actions not just their state. نقط. هنا بيقول لك ايه؟ عندك كلمه جول ولا كلمه intention ولا habits ولا كلمه deception. هنا بص يا سيدي عندنا كلمه intentions يعني بالنوايا. يعني ايه؟ ما تحكمش على الناس يعني في ناس بيقول لك ايه؟ It's important to judge people by their actions. يعني لازم تحكم على الناس بالاكشن، ما تحكمش عليهم بالايه؟ بالنيه من جواهم. خلاص؟ طيب طالما عمل خلاص فاهم الفكره بتاعت الجمله؟ طيب he was known هو عرف for his A often twisting the trust to get what he want. طيب هو عرف بالايه يا جماعه؟ بالديس اونستي طبعا، لان هو معروف بعدم الامانه.
often twisting the trust. بيلف الحقيقة. فاهم الحكاية؟ بيلف الحقيقة عشان get what he want، يجيب اللي هو عايزه، يخرج منك اللي هو عايزه، فيقعد يحور في الكلام بالبلدي كده. قال لك the belief that pure يعني نقي exists in all people، متواجد في كل الناس، is beautiful but sometimes the naive idea. طيب هنا قال لك الجودنس، الخير اللي موجود في الناس، الخير اللي exists in all people بيكون حاجة beautiful، حاجة جميلة. طيب قال لك it's a wise يعني نوع من الحكمة to be while dealing with electronic wallets. يبقى هنا يا جماعة انك تكون cautious، الكلمة دي بمعنى ايه؟ بمعنى حذر من المحافظ الإلكترونية. رقم 15 a not person is someone who you can always count on، تقدر ان انت تعتمد عليه. يبقى الشخص ايه يا جماعة؟ trustworthy، الجدير، اسمها جدير بالثقة. The magic trick was a masterful act of الماجيك تريك اللي هي الخدعة السحرية. خلاص ممكن تبقى act نوع من ان ايه؟ fooling the entire audience، يبقى نوع من الديسبشن اللي هو الخداع. بيبدأ ان هو يعني يخدع بيه الاودينس اللي هم الجماهير. أسامة asked me for أسامة طلب مني and I agreed with pleasure، يبقى طلب مني favor. كلمة favor بمعنى معروف أو فضل. She is a very not friend always there for me when I need her. هي صديقة ايه؟ هي دايما يعني وقت ما بحتاجها بلاقيها. يبقى هي شخصية supportive، يعني ايه؟ يعني داعمة، supportive. قال لك his A was ruined يعني تحطمت بعد ما هو خد البرايب، الرشوة. يبقى reputation يعني السمعة. 20 he felt by his best friend after he left him alone in the desert. يبقى هو لما صاحبه سابه في الصحراء لوحده، يبقى هو حس بالايه؟ بالبيترايل، الخيانة. خد بالك انت مش هتعرف تجاوب الا لما تكمل القرايه وتكون قادر تترجم، ولما تحل معانا كتير وتحل لوحدك كتير وتترجم كتير، هنا هتعرف تجيب الجمل، لان كلمات كتيره مش موجوده عندك في المنهج اصلا. خلاص طيب يا رب ييسر لكم يا اولاد، يا رب ويصلح حالكم. he felt ايه؟ هو حس بايه after he tripped and fell in front of the whole class. بعد ما اتشنكل وقع قدام الفصل كله، حس بالاحراج. صح كده؟ تخيل انت طبعا كله بيبقى ايه؟ لو واحد صاحبك قوي بتبقى ماسك نفسك من الضحك، مش عايز تضحك، تمام؟ ولكن بعد ما يقوم يبص لك تقوم مفتوح ضحك. خلاص طيب بقلش قدامك. 22 be careful when you receive email، لما تستلم ايميل asking for personal information، بيسأل عن المعلومات الشخصية بتاعتك and they could be part of online ايه؟ طبعا حد بيسألك عن معلوماتك الشخصية ده ممكن يكون طبعا سكامز يعني ايه؟ احتيال. خلاص ما فيش ايميلات ولا البنوك ولا اي حد بيسألك عن معلومات شخصية تديها له اونلاين. 23 the criminal used clever، استخدم الكريمنال، المجرم استخدم ايه يا اولاد؟ to trick his victims. خلاص عشان ايه؟ الضحايا بتاعته يعني يترك، يخدع الضحايا. يبقى استخدم tactics اللي هي التكتيك، اساليب يعني. 24 he tried to aid his new employees by making them work extra hours. هو بيحاول ان هو يستغل exploit يعني يستغل الموظفين بان هم يخليهم يشتغلوا extra hours، ساعات اكتر. طبعا encourage اللي هي يشجع، وابلاي يعني يقبل، ولا شاين يلمع، لا طبعا. 25 the detective was certain the suspect would eventually get a. طبعا هنا and confess to the crimes. هنا كلمة caught in trap، يعني ايه caught in trap؟ يعني وقع في الخف، في الفخ سوري، وقع في الفخ. يقول لك هنا الديتكتيف المحقق كان متأكد ان هو اللي كان بيشك فيه قدر ان هو ايه؟ caught in a trap، expression على بعضه لازم يتحفظ، يعني لقد وقعنا في الفخ. The phrase العبارة ايه؟ بتعني to be cautious، انك تكون حذر. even when you can trust someone، بتحاولش تثق في اي حد. يبقى هنا ايه؟ هنا trust but verify، يعني احذر ولكن تحقق. كلمة مهمة.
establishing A with others with others مع الآخرين helps you maintain healthy relationship. طبعا هنا يا جماعة كلمة احنا لسه قايلينها فوق اللي هو الحدود الصحية اسمها ايه؟ اسمها healthy boundaries. boundary. healthy boundaries. he was always getting into. هو دايما بيحصل له ايه؟ طبعا على بعضها كده اسمها get into trouble، يعني بيحصل له مشاكل في المدرسه مع البرنسبل، اصدقائه في المدرسه من البريكنج رولز، لان هو بيكسر القواعد. يبقى with the school principal for breaking the rules. يبقى هنا طبعا get into trouble. he showed us. هو اظهر لنا، ورانا يعني نقط ID خلاص، ولكن we were able to discover. احنا عرفنا ان هو بيكشف، ان هو بيكذب، يبقى ورانا fake ID. طلع انت داخل كده اي حته تطلع له بطاقه او تطلع له كارنيه وانت بتهجص اصلا. his positive A made her seem like a very happy. شبه very happy. يبقى البوزيتيف appearance المظهر بيبينها ان هي سعيده وفريندلي بيرسون وشخصيه ايه؟ فريندلي ودوده. تمام؟ طيب هكمل بنفس الطريقه في الكلمات، وتعالى بينا نخش شويه على الجرامر عشان ايه؟ يعني ما نطولش عليك الفيديو. قال لك if we enough time. لو احنا enough time وقت we would have. خد بالك would have طالما ما فيش بعدها تصريف ثالث يبقى هي كده حاله ايه؟ حاله ثانيه. قبل ما تحل في حالات اف لازم تحدد بينك وبين نفسك دي حاله كام، واتدرب معايا الله يكرمك، لان الحل ده اللي هيفيدك وهيثبت لك حالات اف في دماغك. يبقى هنا حاله ثانيه، خلاص انا عرفت ان هي حاله ثانيه، يبقى اف ماضي would والمصدر. انا قبل ما احل انا حافظ القاعده اف مضارع will، اف ماضي would يبقى اف ماضي would والمصدر. مين الماضي؟ had بس. طب had لا ده ماضي تاني. طيب قال لك if there a fire call. اتصل. طالما هنا امر يبقى دي حاله ايه؟ اولى. الحاله الاولى اف مضارع، يبقى الفاير هنا مفرد ولا جمع؟ مفرد، لذلك ياخد مين؟ is، لان وان بتدخل على مفرد. رقم 3 نقط more help. I could يبقى دي حاله ثانيه، يبقى انا عاوز بديل يمشي مع الحاله الثانيه اللي هو مين؟ ولا unless I need. لو انا مش محتاج مساعده مش هتنفع. واي شود لا، ده انا عارف ان البديل يا مستر اسمه شود والفعل فين يا ولاد؟ في المصدر. رقم 4 if you heat ice. لو بتسخن التلج يبقى كده دي صفريه على طول. it ايه يا ولاد؟ قال لك it turns into water. بتحول الى ميه. نمبر 5 I will come. هنا خد بالك قال لك will، اداك will، يبقى اف ايه will؟ اف مضارع صح؟ يبقى ناقصك المضارع. طيب يبقى ووز دي غلط، وات نسيساري بس غلط، ولا نسيساري بس لان دي صفه، يبقى از لان از ده الفعل ثم نسيساري الايه؟ الصفه. اتس نسيساري. نمبر 6 قال لك if we found. خد بالك found ده ماضي، يبقى اف ماضي، يبقى دي حاله كام يا اولاد؟ ثانيه. يبقى اف ماضي would والمصدر. شوف انا بحل ازاي واعمل زيي بالظبط. هنا would have غلط، انا عايز would والمصدر بس، يبقى would ايه يا اولاد؟ would meet. نمبر 7 you wouldn't get good marks. برضو هنا wouldn't والمصدر. ها يبقى اف ماضي would والمصدر، يبقى حاله ثانيه. طيب يبقى هنا انت مش هتجيب درجه حلوه if you didn't study، لو انت ما ذاكرتش، ولكن we not hard، ولكن احنا بنذاكر. خد بالك ترجمه الحاله الثانيه مضارع. الحاله الثانيه اما اقول لك مثلا if I were rich، لو انا كنت غني I would buy a new car، كنت جبت عربيه جديده. معنى الجمله ان انا دلوقتي فقير، يبقى ترجمه الجمله الماضي بتحول الى مضارع، ترجمه الحاله الثانيه بتتحول الى مضارع. قال لك بعد كده if he not much time he will، يبقى حاله اولى، يبقى ايه؟ if مضارع. الطلبه اللي هتختار will دول يدي نفسه بالشلوت دلوقتي. يبقى if مضارع. مين المضارع؟ if I have. ايه ده هي، سوري ده هي، يبقى he has. نمبر 9 قال لك صلى على النبي يا اولاد. hurry up اسرع. if you run دي مضارع. لو انت بتجري بسرعه you ايه؟ طبعا you. لو انت بتجري بسرعه you will catch the train. انت عندك في الاختيارات will ونفيها won't. طبعا هنا هنختار will علشان الترجمه، هما الاثنين كجرامر صح، بس الترجمه اضطريت نختار will.
قال لك او رقم 10 يا اولاد نقط هي تو. مين البديل اللي بيجي معاه تو المصدر؟ قال لك كلمه اسمها وير، لان شود بيجي مصدر لكن وير هي اللي بيجي وراها ايه؟ تو المصدر. وهاد بيجي بعدها تصريف ثالث. رقم 11 قال لك نقط ساره سين اهو تصريف ثالث اهو، يبقى مين يا اولادنا؟ هاد. جدعان برافو. نمبر 12 قال لك ايه؟ I had been with them. I had been with them. ركز قوي. I wouldn't have joined. انا ما كنتش استمتعت. يبقى لو انا كنت معاهم ولا لو ما كنتش معاهم؟ ركز معايا. الجمله بتقول لك نقط I had been with them unless دي معناها اذا لم. لو انا ما كنتش رحت معاهم انا ما كنتش استمتعت، يبقى الاجابه unless. قال لك 13 we not the game if we had خد بالك اف جاي بعدها هنا هاد وهاد، يعني ده اسمه ماضي تام. طالما ماضي تام يبقى حالة كام يا حبايبي؟ تالتة. يبقى اف ماضي تام would have والتصريف التالت. طب يا مستر مش موجود would have، موجود بديل would اللي هو could او might، يبقى الإجابة مين؟ might have won. طبعا الجملة مش مجهول، لأن لو مجهول اختار دي. بادئه بوي يبقى فاعل عادي يبقى might have won. 14 نقط he studies hard he will be able to برضه will، يبقى مين يا جماعه؟ if. يبقى الاجابه if. طيب يبقى لو هو بيذاكر جامد هو هيبقى قادر يدخل كليه الطب. هيجي طالب يقول لي ما اخترتش شد ليه؟ لان شد لازم يجي وراها مصدر وده في اس. هيجي طالب يقول لي طب ما هي انكيز يا مستر انت قايل ان هي بتساوي اف، بس انكيز ديت في حاله فمش هتنفعني. قال لك بستخدمها احتياطي، لكن انا هنا بقول لك ان بيكون شرط عليك، شرط انك تذاكر جامد علشان تدخل كليه الطب، فبدا اصبح شرط، فلذلك يفضل استخدام اف مش انكيز. رقم 15 if my watch لو الساعه بتاعتي نقط right I wouldn't have. would have هنا مفيش بعدها تصريف ثالث، اذا دي ايه؟ قال لك اذا دي حاله ثانيه. لو would have تصريف ثالث دي ثالثه، لكن هنا دي كده حالة تانية، فالإجابة هتبقى if my watch. طبعا حالة تانية if ماضي يبقى where. قال لك plants die if they النباتات بتموت لو هم ايه؟ enough water. طبعا هنا مضارع بسيط لو هم don't get، لو هم ما حصلوش على مية، لأن دي حالة كده ايه؟ زيرو. أنا بعلمك تحل، تختار اسم الحالة الأول ثم تحل. رقم 17 سارة will phone me. سارة هتتصل عليا يبقى سارة will. طيب ركز معايا. that is important for her. ها in case of مش هتنفع عشان بيجي بعدها شبه جملة، ودي كده جملة كاملة فاعل وفعل. provide اسمها provided that فمش هتنفع. unless لأ يبقى on condition ايه؟ on condition that يعني في حالة. رقم 18 if there is a big problem لو في مشكلة كبيرة I usually. بص يا سيدي اما تشوف كلمة usually يا جماعة على طول وانت مغمض حالة صفرية. usually always حالة صفرية، يبقى I always ايه يا ولاد؟ ask. 19 نقط early to the company. نقط early to the company the boss wouldn't ديت يبقى حالة كام يا حبايبي؟ تانية. يبقى هنشوف بديل في الاختيارات ينفع مع التانية اللي هو مين؟ where. صح. لو انا كنت جيت الشركه بدري البوس ما كانش هيبقى غضبان، تمشي تمام. طيب what a she feel if she read. هنا يا اولاد هتسال نفسك هي اولى ولا تانية، لان تصريفات كلمه read يقرا هي read هي. خد بالك هي لو كانت حاله اولى كان هتبقى دي متضاف لها اس، كانت هتبقى reads مضارع، فاذا طالما ما تضافلهاش اس يبقى هي كده حاله تانية. اذا اف ماضي would، يبقى الاختيار بتاعنا مين يا حبايبي؟ كلمه would. 21 if I not enough money I would will مصدر ايضا حاله كام؟ تانية. يبقى مين يا اولاد؟ if I had فقط. خد بالك had بس ماضي بسيط، had وحاجه تاني تصريف تالت يعني، يبقى ده كده ايه؟ ماضي تاني. حاله تالتة. 22 نقط to مين اللي بيجي بعدها to؟ الاسئله بتكرر بقى ها، يبقى where to know. منى want 23 منى want to pass her exams. منى مش هتنجح في الامتحان بتاعها. نقط being دي فعل ing، يبقى انا عايز كلمه من الكلمات اللي بيجي بعدها شبه جمله. provided that لا،
in case of ممكن وزود ممكن unless لا. الفرق في ايه؟ in case of ديت يعني if لو، او في حاله، وزود يعني بدون. هنترجم ونشوف. قال لك هي مش هتنجح في الامتحان بدون ما تتساعد بواسطه البيرنتس، يبقى كلمه without. الترجمه هنا هي اللي اضطريت نختار without. 24 if I know at you a secret would you promise هل هتوعدني not to tell anyone؟ ركز معايا هنا يا جماعه. مديك would، يبقى هنا حضرتك اف ايه؟ اف مضارع ولا اف ماضي؟ اف ماضي يا مستر عشان دي حاله ثانيه. قال لك حبيب قلبي if she were خد بالك الشي جايه مع وير عادي مفيش مشكله. حاله ثانيه اف ماضي لو هي كانت سعيده she would be looking، لا ما كانتش هتدور، يبقى wouldn't be looking، ما كانتش هتدور على وظيفه ثانيه. خدت بالك ان الاسئله ابتدت تكرر ايه؟ تكرر بعضها. طيب انزل تحتها. قال لك I regret انا ندمان. شوف regret من الافعال اللي بيجي وراها تو المصدر واي ان جي الاثنين شغالين. I regret ايه؟ this used car العربيه ديت I need a lot of money انا محتاج فلوس كتير عشان اصلحها. يبقى ندم على حاجه حصلت، يبقى اي ان جي انا ندمت اني اشتريت. رانيا بلان، كلمه بلان من الكلمات اللي بيجي وراها ايه يا اولاد؟ تو والمصدر، دي لازم اكون حافظها فيهاش كلام، لازم تكون حافظها. قال لك we would really like، احنا like حابين نقط on holiday but we don't have enough money. احنا like طبعا هنا would like يبقى مين يا اولاد؟ يبقى to go. 29 the criminal المجرم was seen اتشاف يا اولاد، يبقى بيجي بعدها الفيرب اي ان جي لان انا هنا شفت الحدث من منتصفه. لو شفت الحدث من منتصفه فاذا سين او سي بيجي بعدها الفيرب اي ان جي. بريتش ايرواي ريجريت الشركه البريطانيه بتاعت المطارات بتندم ان هي هتقول لكم على ان الرحله كنسلت. الشركه بتقول احنا بنعتذر ان الرحله هتتكنسل، يبقى هنا ندمان على حاجه هعملها، بأسف على حاجه هعملها. يبقى مين يا حبايبي؟ يبقى to announce ان نعلن. كده نكون حلينا حوالي 30 جمله كده خلاص، يعني في 20 جمله كده ان شاء الله تبقوا تحلوهم كده في الملزمه. يا رب تكونوا استفدتوا مننا، ولو وصلت معانا لحد هنا ما تنسناش بدعوه جميله كده. انا بقرا كل التعليقات ويعني بشوف الكلام الجميل بتاعكم. اشوفكم بخير يا حبايبي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.